اهلا بيكم حبايب قلب البيبي شارك من جوه. لسه واصل لي احدث منتجات شاهين فارم دلتا روتس. زي ما انتم شايفين الجرعه بتاعته 10 مللي لكل 100 لتر، 5 جرعات يوم بعد يوم، يعني يوم او يوم لا، ونفضل كده عشان ضمان نمو صحي ومستدام. وبيستخدم عادي مع السماد بتاعك، ايا كان بقى السماد اللي انت بتستخدمه تقدر تسمي ده عادي بالدلتا روتس. في كده ده ليه خصائص وده ليه خصائص، ودي الارقام بتاعت شاهين فارم. ده الويب سايت لو عايز تطلب اي حاجه منه. كان بقالي فترة مستنيه والحمد لله وصل النهارده بالسلامة. الفيديو بتاريخ 7/11 عشان نمشي كده زي ما اتعودنا ان احنا نمشي خطوة خطوة ونشوف الابديت او نشوف شكل الحوض عامل ازاي. طبعا كان في شوية حاجات زرعتها بالمرة عشان خاطر ايه ما نلعبش تاني في الحوض، عشان انا ايه ايدي على طول مع النباتات وعلى طول ببقى عايز اغير شكلها. فاحنا الحمد لله ايه مش عايزين نلعب في حاجة تانية عشان خاطر نشوف ايه الموضوع هيوصل معانا لحد فين، وان شاء الله هيعمل نتيجة كويسة. انا واثق في شاهين، مش اول تعامل الحمد لله. فخلينا نجرب مع بعض دلوقتي. 10 مللي دول يعني على السرنجة الخمسة كده هنملى سرنجتين. خلينا نجيب السرنجة ونجرب معاك دلوقتي. طبعا بعد ما عنا لقينا السرنجة اللي كانت عندي دي كانت 3، السرنجة الخامسة مش لاقيها وما لقيتش غير السحاحة دي. فطبعا سرقت السرنجة بتاعت ابني بتاعت التأكيل هيسامحني أكيد لما يعرف إن أبوه بيحب الهواية دي. بس فأنا هستخدم بقى، هو المفروض 10 مللي، يعني هنستخدم السرنجة دي مرتين. السرنجة 5 فاحنا هنستخدم مرتين الجرعة بقى إيه بتاعت السرنجة دي. 5 مللي أهو، ماشي. هنبدأ بقى إيه نوزع كده. عايز اقول للدلتا روتس تهتم شويه بايه باللوتسات اللي عندي عشان انا بحب اللوتس قوي. السحبه التانية طبعا يعني احب اقول لكم ما تعملوش زيي وعلى طول تروحوا للعبوه الكبيره على طول. روحوا للشاهين، شفنا الفيديو بتاع منعم وعايزين العبوه الكبيره. بحاول طبعا اوزع، هما كده ايه هيتوزع مع الفلتر البارود فيزر. شويه الانوبياسات الحلوه دي ربنا يبارك، قولوا ما شاء الله. انا بحاول ايه استغل الفرصه واوزع في كل مكان. طبعا في دي نبته جايه لي من عنده، اللهم صل على النبي اللهم بارك. كميه الجذور اهي، وبرضك في هنا ايه الجذر اللي طالع ده بتاع النبته. ف... فالدنيا لطيفه الحمد لله. ايه تاني عايز اقوله لكم. طبعا لسه اجرب الحوض اللي تحت كمان. هو الحوض اللي تحت نقدر نقول 90 مثلا، 90 لتر. فانا ممكن برضك ايه ممكن اديله نص الجرعه، يا اما اديله ايه اقل سنتي ولا حاجه. ده الحوض التاني بتاع الابيوكريبنسيس، ويكاد يكون اهدى شويه في النباتات لان انا مرزعه كله كريبتوكرين وحاجات زي كده. فربنا يبارك. ممكن نبقى نغير له بقى كميه الزرع او الانواع اللي موجوده دي في الفتره اللي جايه. وانتوا برضك لو حد عنده اي تعديل او اي حاجه يقدر يشاركني بيها مفيش اي مشكله. انا كده ايه باخد راي اصدقائي واصحابي يعني، ونبدا نشوف هنقدر نعمل ايه. ممكن بقى اسحب مثلا 3.5 حلو وايه ونعمل كده. طبعا زي ما قلت لكم محدش يعمل زيي، انا طبعا باخد الناحيه التانيه. لما تيجوا اطلبوا العبوه الاكبر شويه دي تقريبا 125، واطلبوا بقى العبوه اللي هي ال 250 عشان خاطر تكفيكوا الموضوع كله. خلينا نجرب بقى في اخر حوض كده وعشان يبقى خلصنا. ده طبعا اول 5 مللي اهو في الحوض ال80. ده طبعا اللي عارفين ده حوض المميز او المحبب يعني في الكريبنسيس، اللي مش عايز يشتغل ومش عايز يتجوز وتعب امي معاه. فخلينا نجرب كده. ده فيه حاجات حلوه وحاجات لطيفه، هو مفيش انواع كتير مختلفه يعني، بس لحد ما في حاجات حلوه. انا بحاول اعمله بالكات كده جنب بعضيها. فخلينا بس نخش على طول. ادي اول 5. نحاول بس ايه نفرش الكميه كده. انا ده هعمله زي الحوض الاولاني، لان ده كميه النباتات وحجمها كمان كبير يعني. في امازون هيسحب من الارض من التربه، في انشندورس دي عايزين نركز عليها كده، نزلين هنا شويه. طبعا في نباتات كتير سهله يعني. الحاجات دي بارود فيزر ده سهل الحاجات دي كلها سهله. الديفورمس التاي واللوتس، في شويه هيجروفيليات، فالموضوع لطيف شويه. في لاندرينا. فطبعا انتوا عارفين الحوض اكتر مني تقريبا اللي بيشوف يعني متابع. فاحنا مصفين اول حاجه. بس يعني خلينا نتابع مع بعضينا بقى الفتره دي كلها بتاعه السماد او اللي هو يعني نقدر نقول الدلتا روتس. وان شاء الله انا متفائل هنلاقي نتيجه كويسه. خليكم حافظين بقى شكل الحوض عشان اللي بجذور فهو بجذور. طبعا دي نفس النبته الشنسيريا، فهي فيها اصلا جذور اهي. ودي كنت جايبها بردك، دي فيها جذور بردك. فعايزين نشوف الحاجات التانية ان شاء الله انا متفائل. والنباتات لما بتثبت يعني، دي كنت جايبها من صديقي ارميا 3 كولر دي. قعدت معايا تقريبا اسبوع بحاول ان انا اطبطب عليها عشان تبقى ثابته في الارض. لحد ما وصلت لطريقه كده كان ارمي قال لي عليها ان انا احاول امشي الجذور على وش الارض على وش التربه شويه واردم كده عليها، بس طبعا عشان الحركه. فحاولت ان انا اسايس يوم بعد يوم لحد ما الحمد لله ثبتت. الفتره الجايه بقى هيبقى محتاجين ان احنا
نظبط بقى الموضوع بتاع الدلتا روتس. لو ظبطت لي الموضوع المعادله الصعبه دي، الموضوع هيبقى احسن كتير. خلاص بقى مش هيبقى في حته اللي هو، مش هيبقى في حته الموضوع هيبقى صعب عليا، لا مش هيبقى وحش في حاجه، كده كده اصلا الموضوع هيبقى لطيف، والجذور هتبقى ماده في الارض وثابته، والنبته ذات نفسها كويسه. طبعا انا طفيت الموتور بعد ما قعدت اتكلم نص ساعه بس افتكرت دلوقتي عشان خاطر الصوت بتاعي يكون واضح شويه، وانا هحاول ايه اعليه شويه. بس في حاجات طبعا ظبطت، طبعا كانت الحاجات دي كانت شبه معدومه. المنظر من فوق اللهم صل على النبي، الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك، حاجه يعني ما شاء الله. فادعوا لي بالله عليكم عشان الحاجه دي تعبنا فيها، فربنا يبارك ويزيد كده، ونلاقي الموضوع كله خضار في خضار. والسلندرين من فوق تحفه تحفه. الاتش ام مهما عملت برضك بنت ناس برضك في شكلها، لكن هي بنت كلب. بس فخلينا نجرب الفترة دي ان شاء الله. هجرب كده الفترة دي كلها تقريبا، يعني يوم بعد يوم في 5 مرات مثلا. فاحنا نقدر نقول 10 ايام صح كده. فخلينا نتقابل بعد 10 ايام ونشوف التجربة دي وصلت معانا لحد فين. وان شاء الله العبوة تستحملنا وتقضي بقى الفترة دي، لما نطلب بقى واحدة تانية. بس تعالوا بقى اطمنكم على حوض الفيرمي بسرعة كده، عشان ايه تبقوا انتم متابعين معايا كل حاجة. ده حوض الفيرمي اللي هو انا طبعا كل يومين ببدل له الميه بتاعته. ده طبعا مفيش سماد ولا اي حاجه، ده حاطط طبقه فيرمي صغيره للي ما حضرش. طبقه فيرمي صغيره في اخر كل طبق من دول، من البلاستيك دول. طبعا الحاجات، في حاجات ظابطه زي الكريبتات والحاجات دي، فبعد من ربنا بقى اللوتسات والحاجات دي تقعد وتستقر وتتظبط. وجبت له لمبه مخصوص فينوس وروقت عليه. فبحاول احط هنا الحاجات اللي هي العقل، الحاجات الصغيره اللي طالعه مني من الحواض، او الحاجات الزياده، لحد ما اشوف شكله هيبقى عامل ازاي في الاخر. وربنا يكرم يعني. ودعواتكم كده بالتوفيق، وشكرا وشكرا شاهين فارم، وان شاء الله منتج يكون على قد ثقتنا بيه. واستنوني بقى في بقية تكملة الفيديو بقى. طبعا ده النص التاني من الفيديو بعد ما تقريبا اختفينا بتاع حوالي 10 ايام اعتقد، او اقل او اكتر. ده شكل النباتات، اعتقد الحوض ما اتغيرش كتير عما بدأنا الفيديو بتاع الدلتا روتس. طبعا خلينا نبتدي بان احنا نقول عندنا مثلا، خلينا نشاور بدي. عندنا مثلا هنا في ورقة جديدة طلعت، عندنا هنا في دي ورقة جديدة طلعت، عندنا دي ورقة جديدة واتفتحت اهي. ففي عندنا نموات، انا بفرح. وهنا برضك الميني دي بالظبط. فعندي كام حاجة ظبطت. الانوبيس طالما بيبقى شغال وبيطلع نموات انت بتبقى مبسوط، لان دي اتقل حاجة بتبقى موجودة عندك في الحوض. وكمان الكامومبا يعني وقفت على حيلها، كانت على طول بتشد. معرفش ده ليه علاقة ولا لأ، بس يعني أنا بديكم أبديت عموما للحوض إجمالا يعني. بس دي الحاجات الموجودة. ما أعتقدش في حاجات كتير حصلت يعني. طبعا البارد فيزر طبعا غنية عن التعريف، بتطول بطريقة أوفر، فبحاول على قد ما أقدر إن أنا إيه أقص أطوال معينة عشان ما تطولش تطلع لحد فوق الحوض. بس فاحنا يعتبر النهاردة هتبقى آخر جرعة. عديت على كذا حوض، حطيت الجرعة بتاعته وقلت أوريكم آخر جرعة بنحطها. أنا حطيت سرنجة، فاضل سرنجة. هو طبعا الجرعة المفروض بتاعتها 10 مللي على 100 لتر، وده 100 لتر بالظبط. وأنا حطيت سرنجة وفاضل سرنجة، فخلينا نحطها مع بعض كده اهو. يعني أنا بحاول إيه بحاول أقنع نفسي إن أنا بوزع، لأن كده هيتوزع بالفلتر والمية والكلام ده كله. بس فده منتج دلتا روتس. طبعا انتوا كده اصلا هتشوفوا كان في اول الفيديو في كل الكلام ده. ده من شاهين. ده المفروض ان هو مسؤول عن الجذور، بيزود الجذور في النباتات، ايا كان الجذور الهوائيه اللي بتبقى في الاعواد، او الجذور في الارض. في تنفس لسه طالع دلوقتي حالا اهو من ناحيه الانوبيس. فالحوض بتاعت اللوتك كلها طبعا مفيش غاز ولا في اي حاجه، بعتمد بس على التسميد. حتى مفيش يعني مفيش ركيزه اساسيه في التربه فيرمي او اي حاجه، لا بعتمد على التسميد فقط. فدي الحوض. طبعا انا نزلت جزء البوسيماني تحت هنا اهو. البوسيماني ريمبو الله اكبر يعني ما شاء الله. دعواتكم نزلته هنا عشان ياخد راحته، عشان انا شلت كل بقيه الالبينو كريبنسس اللي موجود. كل الالبينو كريبنسس اللي عندي شلته، ما فاضلش غير الجوز ده اللي هو الدكر والنتايه بتاعته جوه. دعواتكم ليا بقى ان هو ايه يشتغل كده ونفرخه كده ايه ونبسط الناس كلها ايه بيه. ومتاح للبيع تلات دكورة من نفس الحجم ده ونفس الشكل ده. هعرضهم خلال الايام الجايه، ولو حد شاف الفيديو حب يسال عليه او يشتري يبعت لي قبل ما انا اعرضهم وبتاع. ده الله اكبر الدكر بتاع البوسيماني. طبعا تفريخ ارميا صديقي العزيز، لو حد عايز يبقى يخش يكلمه، او لو محتاج رقمه يبعت لي. دي الماربل كوين، دي لسه جايبها طبعا من اسلام جرين تانك. ففي حاجات لطيفه. عايز اقول لكم ان النبته دي سقطت اسمها، كانت ضعيفه خالص وتعبانه جدا. عايز اقول لكم مش عايز افكها دلوقتي، بس لو طلعتها لكم قدامكم هتلاقوا في كميه جذور بنت جنيه. يعني الجذور بتاعتها كانت قليله وضعيفه اصلا هي ذات نفسها كنبته. لا بدات الجذور بتاعتها يعني تشد جامد في الارض. هي الفكره كلها مش شرط يكون الاعواد في العود بس، يعني الجذور في العود بس، لا هي ممكن تكون اصلا ماده جذور لحد الارض تحت وانت مش شايف. طبعا في كميه جذور هنا وحاجات وحلويات وبتاع، الدنيا لطيفه تمام. في النبته دي بردك، دي حاجه كده تبع الاوبنجتون بردك، مطلعه جدر اهي لسه واخد بالي منه. طبعا في حاجات كانت جايبه جذور زي دي كده اوريدي كانت جايبه جذور، بس يعني مساحتها بتشد اكتر وبتظبط. فالحمد لله يعني اللهم بارك، ربنا يبارك لي ويزيدكم كده. في حاجات ظبطت
عايزكم تقولوا لي رايكم في الاحواض. هنا غيرت شويه حاجات، ضميت الكريبتوكرين على بعضيها عشان تديني مساحه هنا في الحته دي ازود حاجات جديده، وجبت البلسميكه دي زودتها هنا برضك زياده. فالدنيا مظبوطه. تعالوا نشوف بقى بقيه الاحواض. طبعا ده الحوض ال80، الحوض الاقرب لقلبي. الجمال الحب اللي انا بحبهم شغالين طبعا تقشيط، ربنا يبارك لي فيهم عشان بحب بريستانوس قوي. دعواتكم كده. في طبعا حته جويل كبيره كنت ناسيها من عش قديم، وفضلت حاططها في حوض لوحدها لحد ما رحت جبتها هنا. بس صديق عزيز عليا قال لي بلاش، عشان لو انت عامل حسابك ان كليبنسيس هيشتغل او الجويل ده هتجيب له مثلا، ده ايا كان بقى يبقى دكر ده تقريبا، وهتجيب له انتايه او كده، فهيفرتكوا بعض في الحوض فبلاش. ف فمش عارف بقى يعني، ربنا يكرم نحاول نصطادها ونطلعها بقى بره، نحطها في حوض بلاستيكيه كده ونعمل جزء تاني غير الجزء اللي موجود عندي ده. وزي ما انتم شايفين يعني اللهم بارك، مش محتاج انا اتكلم على المستوى. بصوا النباتات، الكلام ده في ظرف ايام وحياة ربنا يعني مش محتاج ان انا اتكلم يعني، انتوا متابعين اصلا. الدنيا ظبطت الحمد لله اكتر واكتر. اللهم بارك. ده ذكر الكريبنسيس يعني، في الدنيا لطيفه. دي الامازونيه العشق. الاتش ام طبعا اللي بيقعد يتقص كل شويه. بصوا النتايتين كانوا بيجروا ورا بعض ازاي، ولا دي انتايه وذكر. ودي الثري كولر ايه، نفسي بقى تشد وتقف وتطلع تملى الحته اللي فوق دي كده كلها، بدل ما البنجتون كده مسيطر. ايه تاني. بس الجروفيليات تمام، الدنيا ظابطه. اللاندرينا بدأت تقول تظبط شويه، محتاج ان انا اشوفها بقى فوق كده وتظبط الدنيا. الروتيلات برضك شغاله، وزعت منها على الاحواض. طبعا اسمه ده الجروفيليا سياميز طبعا قصيت منها. مش عارف انت شفتوا في الفيديو اللي فات ولا لا، بس كانت باينه في الفيديو اللي فات. مطلعت تقريبا اتنين جنبها من نفس العود، فيعني شكلها اصلا بقى احلى يعني سيبكم من اي حاجه. ودي الشنسيريا. طبعا بصوا الجذور عامله ازاي، ومطلعها تقريبا خلفه ايه جنبيها. والدنيا مظبوطه الحمد لله لحد ما. الديفورماس واخد وضعه. ف ودي الانشندورس. طبعا انا ما اعرفش، انا خايف ان هي تتكتم كانت وحشه قوي هنا فربنا يكرم بقى، عشان السيسي فلورا بدات تتوحش في الحوض ده، وانا بصراحه حابب ان هي تتوحش. من احلى الحاجات هي والبارت فيزر. البارت فيزر ده اللي حضر معايا الموضوع بتاعها. البارت فيزر دي كانت عباره عن اعواد ملساء يعني. انا مش عارف، بصوا اهي باينه اهي. بصوا استنى اجيبها لكم. فين اهي. بصوا ده كان عود املس حرفيا، طلع بصوا ظبط الدنيا ازاي. ولو شفتوا الموضوع من فوق، الموضوع من فوق الموضوع من فوق مختلف يعني. طبعا الطفي حاولت ان انا ازوده على الاحواض عشان خاطر بهدل الاحواض اللي بره. دي النتايه، ودي الدكر اهو. فدعواتكم ان هو يشتغلوا، ولو حد عنده اي معلومه للكريبنسيس ده، عشان انا خلاص يعني تعبت منه حرفيا، عملت له كل حاجه. وطبعا كل الحته اللي انا كنت قايل لكم عليها هنا دي، ان انا ازود حاجات. زودت اللي هي النبته دي، كانت مش عارف اسمها ايه يا ربي، نسيت. نبته بنت كلب كده جميله، بس بين ورقه ورقه بتطلع مسافه كبيره. كانت اسمها ايه يا ربي، نسيت، مش فاكر بقى، مش هقعد اعصر دماغي في الاسماء بتاعت النباتات رخمه قوي. بس دي طبعا ما بتكونش ورق زرع، بس ورق زرع بس ده ميته، ورق زرع ميت. بس فالدنيا ظابطه الحمد لله. والتايوان لطيف طبعا. هنا في شبوره بس عايز الحوض عايزه تتظبط. ايه تاني. دي حوض كنت اعملها للبادز بالمره يعني كده، في حاجات بتعوم اهي. بادز الصغير اللي هو شبه اللي شبه اسمه ايه ده، قولوا معايا، اللي شبه الدافنيا. كنت عاملها لها وشغاله الحمد لله. انا طافي بس النور عشان خاطر، طافي قصدي الكهرباء عشان خاطر الصوت. ودي حاجات كده مستحدثه ما كانتش موجوده، شويه مستويات لطيفه كده من جابي جايبهم من صديقي يوسف. فحاجات لطيفه، بس لسه عايزين نركب لهم اضاءه عشان يبانوا. النتي مش قد كده، بس الديكوره الله اكبر كويسه يعني، عايزه تتغذى كده وتظبط. تعال نشوف بقى ايه حوض الفيرمي كده ونكمل. ده طبعا شويه زريعه من عش قديم محطوطين هنا، المفروض ان هم متباعين يعني باذن الله، حد حاجزهم هنطلعهم له قريب. وده الجزء اللي بيعمل حكايات معايا، اللي بيفقس في اي وقت دوت في اي حته. فاللهم بارك، ربنا يزيد ويبارك يعني فيهم. فهو العدد الزريعه مش زي الحاجات اللي كانت بتحصل قديما يعني، بس الحمد لله انا راضي يعني، عدد محترم كويس. مستني بقى الزريعه تشد وتكبر عشان ننقلها حوض تاني، وننضف لهم بقى الحوض اللي اتبهدل من كتر ايه التغذيه والاكل اللي محطوط ده. تعملي ايه وحيده انت هنا يا زريعه، بتجري انت فوق الفلتر. تعالى بقى نشوف، انا عايز اشوف لكم ايوه كريبنسس اهو، بس مش هيبان طبعا. ده كريبنسس البينو المعروض للبيع، 3 حتت اهم. في حته جوه اهي. تلات دكور البينو. الله اكبر عليهم يعني، محتاجين 3 نوتي وسيبوهم. بس طبعا كل جزء في حوض. طبعا ده الحوض بتاع تجربه الفيلم يعني، كانت اول مره. مش محتاج اقول لكم يعني على الجمال، انا ما اعرفش انتوا متابعين معايا الكلام ده ولا لا. طبعا الكريبتو الله اكبر عليها، انا اول مره اشوف الكريبتو بتبقى بالمنظر ده. في حاجات بقى بقت بني بني يعني. خدت شكلها ولونها والتجزيعه والكلام ده كله. الشنسيريا هنا متوحشه يعني. الشنسيريا هنا غير الاحواض اللي بره خالص، وبدات تطلع ورق جديد من النص. حطيت هنا حته بالسميكه كده بس مايله كده في نفسها، لسه عايزه تظبط. وفي حته عود الوديا كده خايف تتظلم. طبعا الهيجروفيليات هنا غبيه غبيه. التجربه بتاعت الفيلم بصراحه يعني
ما اعتقدش ان انا مش هكررها، لا باذن الله يعني في اقرب فرصه ان انا اهد الاحواض فيها الازاز هكرر التجربه تاني يعني. وطبعا الفلسناريا بدات تدي رانرات هنا، انا جايبها يعني ليا عشان بحبها، فانا جايبها ايه تدي رانر بقى وتعيش. وشويه اللوجيا ريبنز كانت يعني نبته من كتر ما انا زهقت منها في الحوض عندي، بعتبرها نبته من التنب. بس هنا في الحوض العود واخد راحته، واخد لونه اللي تحتيه دي على طول اهي دي. ف... فلا الموضوع مختلف هنا بصراحه في الفيلم خالص. والهيجروفيليات عموما انا بس الليد، انا حاطط ليد ولامبا فينوس، فالموضوع صعب. الهيجروفيليا الجاينت دي خطيره، خطيره هنا اول مره اشوف شكلها كده في حواض، يعني حواض الناس التانية لكن الورقه تاخد الالوازه دي مع اللون الاحمر اللي في النص. ودي الهيجروفيليا الكومباكت، طبعا الله اكبر على طول بيطلعوا نموات، فالموضوع لطيف. واللاندرينا هنا مختلفه، طبعا انا مجرب تقريبا بعدين 3 ونص كده صغيرين، بس الموضوع حلو يعني. يعني لك ان تتخيلوا الشنسية دي جايه لي صغيره زي ما هي كده، وفردت عماله بتكبر اهي. يعني دي جايه من حوض هاي تك، فعشان كده فارقه، وهي جايه لي كده فكبرت على كده وتحافظ عليها عشان خاطر المغذيات اللي في التربه. دي بقى كانت جايه لي صغيره اصغر من المساحه دي شويه، اديكم شايفين بدات تكبر ازاي. يعني برضك المغذيات عليها عامل اساسي. ايه تاني افتكرت النبته دي عشان كنت عمال افتكرها في الحوض التاني، اسمها بوليميسرا. فالبوليميسرا برضك ظبط هنا جامد قوي، واخده الوان مختلفه، مش مجرد الاحمر بس، يعني مش مجرد قصدي الاخضر بس، لا واخده احمر هنا كده على سن اصفر. وطبعا اللوتاسيه عامله شغل هنا حلو. والديفورميسات طبعا الابنجوتون دي برضك كنت واخدها من يوسف، مطلعها رونرات اهي وشغاله. فالموضوع لطيف والدنيا حلوه الحمد لله. فيعني دلتا روتس محترم، عامل شغل لطيف. بس انصحكم لو حد هيجيب بقى يجيب العبوه الاكبر، لان انا يعني جبت العلبه الصغيره فما كانش الموضوع مكفي، يعني محتاج ان انا ابوش اكتر من كده. بس فربنا يكرم، ومبروك يا شاهين على الدلتا روتس، وربنا يكرم ويوفقك ويوفق الجميع. ويعني دي جوله سريعه في الاحواض. ودي ورقه البكوبه، معرفش انتوا شفتوها في الفيديو بتاعها مخصوص ولا لا. ورقه واحده مطلعه عود، بصوا اللهم صل على النبي ما شاء الله، يعني حاجه مذهله، وكميه جذور غبيه يعني. فربنا يبارك لكل واحد بيجتهد بيعمل حاجه، وربنا يبارك لكم في الحاجه بتاعتكم ودعواتكم كده بصلاح الحال ودوام النعمه. ولو في حد محتاج يسال على اي حاجه او اي حاجه، يبعت لي في الكومنتات بتاعت الفيديو دوت، او يبعت لي في البرايفت، مفيش اي مشكله. يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكل حاجه. سلام.